كود ركبت ليكم القصة الكاملة لبولحية سفاح حمداوة، المنشار والمقاطع والصيكان البلاستيك والأمضاء والطواليط، كل شيء اللي بغيتوا تعرفوه على القضية. كود انطلاقا من شهادات ومعطيات كثيرة قدرات تقدم ليكم صورة على القصة الكاملة لبولحية سفاح حمداوة. كل شيء بدأ ليلة الأحد 20 من أبريل 2025 بمدينة بن أحمد فاقليم سطات. شخص مشى عند بوليس المداومة بدائرة الشرطة، فالمدينة قال لهم باللي بشكان كي توضى لصلاة العصر فطوليط المسجد الأعظم، فالمدينة شم ريحة خانزة. هذا الشيء شموه هو وغيره. البوليس وصل للطواليط. دورية دا البوليس تنقلاته للطواليط بعد كلام ذاك الشخص. من المعاينة الأولية عرفوها جرينة قتل. طوقوا مكان الجريمة، حجزوا اللباس وميكات البلاستيك وداروا فيها عظوما ديال بنادم مغطية بالجلد واللحم. لقاو موس كبير وآخر متوسط. لقاو كذلك وفق مصادر كود بلاستيك آخر. المفاجآت ما سالاش. فالقوادس لقاو 19 قطعة من لحم بنادم. جابوا الوقاية المدنية يضيف أحد الشهود لكود، وفتحوا القوادس ولقاو فيها لمصار وجزء من الكبدة والقلب والمخ وقطعة لحم. البوليس وصل للطواليط. بدأت التحقيقات. هذا الشيء كي يخلع. بدأت التحقيقات. سمعوا للي كي ينظف الطواليط. قال ليهم باللي شي حوايج ديال بولحية. قال باللي ديما كي يتردد على الطواليط ديال المسجد الأعظم. قال باللي كي يخزن فيها حوايج دياله. مشاو فتشوا دار بولحية. لقاو جوج قراعي من المقاطع وتلفونات ومبيد لحشرات وكارتات ديال البنك وميكات البلاستيك بحالة اللي لقاوها فطواليط الجامعة. فين الشهود حسب ما علمته كود؟ باللي الشاهد الأول قال باللي باش بغى يفتح طواليط الجامع لقاها مسدودة من الداخل. دق الباب ولقبوا لحية وما بغاش يفتح. مشى عند البوليس خبرهم وجاو فتحوها. داوبوا لحية فاللول فامبلانس لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببرشيد. فالطواليط لقاو الدم فالأرض. كان كيتقال باللي بولحية كيذبح المشاش والكلاب ويغسل الأرض. كان شاهد آخر واكتشفوا إنه ماشي لحم الكلاب ولا المشاش ولكن ديال بنادم بدأ البحث. وبعد التحاليل اكتشف المحققون باللي هذا الإشلاء ماشي ديال جثة وحدة ولكن ديال جوج جطت. لقاو ريحة خايبة فارض فلاحية حدا دار بولحية. مشات الشرطة وجمعوا ميكات فيها بنادم. تعرفوا باللي كاينة جطة أخرى. لقاو أدلة جنائية فيها منشار استعمل. فالتقطيع بطاقة تعريف وطنية لمواطن آخر سميته هشام لتكون المفاجأة. داروا ليه البسطة لقاو سميته هاها سيسو